قام رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون بزيارة وزير الإعلام الدكتور بول مرقس. يرافقه أمينا الإعلام والعلاقات العامة نبيل سمعان وكريم شمعون والصحفية رضا بدر والمحامي أندرو مخايل. قدم الوفد تهانيه للوزير مرقس متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، خصوصا أن مسيرته المهنية هي محط ثقة، تاركا بين يديه مجموعة من كتب الرئيس كميل نمر شمعون. وتطرق اللقاء إلى موضوع تلفزيون لبنان وضرورة التعاون لاستعادة دوره كمؤسسة إعلامية رائدة، بما يخدم خطة النهوض ودور الإعلام الرسمي في استعادة سلطة الدولة ومصداقيتها تجاه الداخل والخارج على السواء. وكان للنائب شمعون كلمة بعد اللقاء ركز فيها على أن أحدى خطوات النهوض الإعلامي تتمثل بتطوير تلفزيون لبنان، الذي وضع حجر أساسه الرئيس كميل شمعون، ليعود برعاية وجهود الوزير بول مرقس موضع فخر للأجيال القادمة. وشدد رئيس حزب الوطنيين الأحرار على ضرورة عودة لبنان للعب دوره الريادي مع انطلاقة هذا العهد ليشع في كل العالم. مرحبا. حبينا نقوم بهالزيارة اليوم لمعالي وزير الإعلام، وطبعا نحن بنعرف شو تاريخه وشو وطنيته، وبنعرف بذات الوقت قد ايه استعداده للنهضة يلي اليوم مفترض تكون بالعهد الجديد، وطبعا بهالأسامي الجديدة يلي بتألف الوزارة. واكيد انه في عنا محطة مهمة كتير يلي هي تيلي ليبان، يلي اسسها الرئيس شمعون، يلي وضع اول حجر اساس لها، ويلي بناء على ذلك هي كانت اول اذاعة تلفزيون بالشرق الاوسط. نحن بهمنا انه يرجع دور لبنان، الدور القيادي والدور الرائد للبنان يرجع بهالعهد، وترجع نرجع كلنا سوا نفتخر بهالبلد، نفتخر بوطننا، ونفتخر بهالتلفزيون يلي هي عم بحكي نحن جيلنا عاش على تيلي ليبان، ما كان في كل بقية التلفزيونات، وترعرعنا على البروجرامات يلي كانت بوقتها. بقى ان شاء الله بيكون في اعادة بناء لتيلي ليبان وترجع تشع مش بس بلبنان بس بالعالم كله، وطبعا برعاية الوزير مرقس وكل الفريق العمل تبعه. بقى يعطيكم الف عافية.